تعالي مع بعض في الفيديو ده نتكلم عن الحاجات اللي ممكن تقلل من عندك التوتر والقلق والخوف في بداية تعليمك للسواقة. في الطبيعي والعادي ان اي حد بيعمل اي حاجة جديدة وخصوصا في السواقة وخصوصا للستات والبنات، طبيعي انها بتبقى قلقانة وخايفة ومتوترة في الاول، ده عادي جدا. ولو ما توترتيش او خفتي فدي حاجه مش طبيعيه، والطبيعي ان الانسان اصلا بيخاف. كون ان انت ما تخافيش فيعني دي تبقى طبيعه شخص حلوف مثلا مش بيحس بحاجه. فالطبيعي جدا وعادي، وان كل البنات دلوقتي بتيجي تتعلم تقولك انا نفسي اتعلم بس قلقانه قوي، نفسي اتعلم بس عندي خوف، عندي فوبيا. فعلى فكره انت طبيعيه جدا، كلنا كنا كده، واي حد بيتعلم السواقه جديد طبيعي جدا بيحس بمشاعر قلق وخوف وتوتر. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تساعدني او تخلي ان التوتر ده يقل شوية؟ رقم واحد، اول حاجة لازم تعمليها انك ما تقعديش تفكري في الحاجات الوحشة. يعني مش دايما اول لما تنزلي تقعدي تفكري انا العربية تتخبط مني، انا هعمل حادثة، انا هيحصل معايا مشكلة. بلاش تفكري بالطريقة دي، لان كل ما هتفكري في الحاجات السلبيه او الحاجات الوحشه اللي ممكن تحصل لك، او ان انت يبقى عندك معتقد انك ممكن تعملي حادثه او العربيه تتخبط منك، ده بالفعل ممكن يحصل من كتر ما انت بتفكري في الحاجه دي. زي ما يكون كده بتجذبيها ليكي، زي قانون الجذب، الحاجه اللي بتفكري فيها هتحصل. تاني حاجة، خلي دايما المشاوير في فترة الممارسة بعد ما تتعلمي تكون مشاوير حلوة. يعني تبقى مشاوير للخروجات، للفسح، مشاوير خفيفة، تروحي مثلا تشتري حاجة من عند البقال أو السوبر ماركت، مشاوير انت بتحبيها. طيب مثلا لو انت بتتعلمي السواقه عشان عايزه تروحي الشغل وترجعي من الشغل، لو شغلك انت بتحبيه اصلا وبتحبي المشوار ليه، فممكن برضو تستغلي مشوار الشغل ده كنوع من انواع الممارسه وتفضلي رايحه جايه على الشغل. طب لو انت بتحبيش شغلك او انت اصلا كارهاه، بلاش ان انت تاخديها في فتره الممارسه ان انت تروحي شغلك كتير، لان انت اصلا بتبقي رايحه مضغوطه نفسيا او رايحه مش مرتاحه. فلما هتروحي وانت سايقه ولسه جديد في الموضوع وعندك خوف وتوتر وقلق، زائد بقى ان انت اصلا كارهه الشغل وكارهه المشوار، فالموضوع برضو هيزود التوتر عندك. فلو شغلك مش حلو ومش بتحبيه، فبلاش ان انت تمارسي وتروحي الشغل في الوقت ده، لكن خليه بقى كده للمشاوير الخفيفه والفسح والخروجات، وتفسحي العيال او تفسحي نفسك او اسرتك. تالت حاجة، حاولي قدر الإمكان إن أنت في فترة الممارسة تبعدي عن الزحمة. الزحمة من الحاجات اللي بتعلم سواقة صح وكويسة، بس لو أنت حاسة بتوتر بزيادة ومش عارفة برضو تتعاملي برغم إنك نزلتي في الزحمة وتعلمتي فيها، بس لسه هي مسببالك قلق وتوتر وخوف، فيفضل إن أنت مش كل مرة لما تنزلي في زحمة. حاولي انك تختاري افضل مكان أو يعني اقرب شارع ليكي فاضي تنزلي وتمارسي فيه. طيب انت ساكنه في حته زحمه جدا مفيش اي اماكن فاضيه، اكيد بصي كل منطقه بيبقى ليها شوارع معينه كده وشوارع فاضيه. حتى لو تحت بيتك او الشوارع المحيطه حوالين بيتك زحمه، برضو معلش هتتعودي ان انت هتنزلي في الزحمه دي، بس برضو انزلي حبه في الزحمه كده في اول الوقت اللي انت هتعدي بس وتطلعي من الشارع ده، وبعد كده اقرب شارع فاضي انزلي ولفي فيه، عشان كتره الزحمه كتير قوي ان انت تتعرضي ليها كتير، مع ان انت اصلا ممكن يكون عندك خوف بزياده، فده هيأثر عليكي ويزود الخوف. وتطلعي في شارع مثلا فاضي، اقرب شارع فاضي، اقعدي كده لفي فيه كام لفه بحيث ان انت اعصابك تهدى، لان الزحمه بتخلي اعصابك متنشنه قوي. رابع حاجة، لازم يكون عندك إصرار وعزيمة وإرادة علشان تعرفي تقضي على التوتر والخوف اللي عندك في بداية السواقة. لازم تكوني انت من جوه عندك الإرادة ان انت عايزة تعملي ده، لكن طول ما انت مهزوزة ومش واثقة في نفسك، التوتر هيزيد أو هيفضل موجود زي ما هو ومش هيتعالج. فاللي عايز حاجة يعملها هيعملها، حتى لو كان فيها ايه، حتى لو هتواجهوا أي مشاكل فيها برضه هيعملها. مع الممارسة والاستمرارية التوتر كده كده بيقل، لكن لو انت من جوه خايفة وقلقانه وكمان ملكيش مزاج من اللي بتعمليه وحاسه انك مغصوبه، فالتوتر للاسف هيفضل زي ما هو ويمكن يزيد واكتر. خامس حاجة ودي مهمة جدا، ابعدي من فضلك عن الناس السلبية، الناس المحبطة، او الناس اللي بتغير منك وبتحبطك ان انت تتعلمي وطول الوقت تقولك انت مش هتعرفي تعملي ده. على فكرة الناس دي مش بس سلبية، الناس دي ممكن جدا تكون غيرانة منك. يعني مثلا تكون واحدة صاحبتك او اختك سلفتك مش عارفة مين، يقعد يكرهك في الموضوع ويقولك ليه تتعلمي وايه لازمتها، انت اصلا مش هتعرفي. فمن فضلك انت لو عايزة تعملي ده مالكيش دعوة بحد، اللي يقولك كده قولي لهم طيب ماشي حاضر وطنشيهم، والكلام بيخش من هنا يخرج من الناحية التانية. انا عايزة اتعلم، انا عايزة اعمل حاجة هعملها غصب عن اي حد. سادس نقطة ودي مرتبطة بالنقطة اللي قبلها، الوهم. في ناس ممكن توهمك ان انتي ما بتعرفيش تسوقي. ازاي؟ يعني مثلا، يعني دي ممكن نقول اكتر نموذج ممكن يتعمل في ده الزوج.
ممكن جدا انت كزوجه مصريه اصيله بتزني كتير قوي على جوزك، انا عايزه اتعلم السواقه، انا عايزه اتعلم السواقه، انا عايزه اتعلم السواقه، كل شويه تزني عليه وبقالك 80 سنه بتقولي له يقول لك حاضر وما ما فيش اي فايده، وهتجوزي عيالك وعيال عيالك واحفادك واحفاد احفادك وهو لسه بيقول لك حاضر. المهم هو ممكن جدا لو هو ملوش مزاج ان انت تسوقي وانت بقى مصره ومصممه ان انت تسوقي، فممكن تنزلي معاه كده حصه يعقدك في عيشتك بقى، اللي هو يوهمك ان انت مش نافعه. ازاي بقى يوهمك؟ ممكن من اول 5 دقايق تطلعي فيهم يقولك ايه، يلا سوقي وانطلقي. طبعا انت لسه متوتره وخايفه وقلقانه ولسه الحاجات الجديده بتاعت الناس المبتدئه، هوبا اول 5 دقايق ممكن كانت العربيه تتخبط منك او توترتي او حد كسر عليك يقولك لا 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 خلاص خلاص انزلي انزلي انت مش نافعه. والله انت متخيله هو بيبقى عايز يوهمك ان انت مش عارفه تسوقي من اول 5 دقايق. يعني هو من اول 5 دقايق انت هتدوري عربيه هتبقي فان ديزل في نفسك، هتجري وتتنططي وتسافري وتروحي وتيجي. فهو ممكن يشتغل على الموضوع ده، ممكن يوهمك ان انت مفروض انت من اول مره وتسوقي لازم تبقي زيه بقى اللي هو بقاله 30 40 سنه بيسوق. فاللي ملوش مزاج يعلمك وانت معتمده عليه انه يعلمك، وخصوصا لو الزوج وساعات بيبقى الاب، هيقعد بقى يوهمك ان انت مش عارفه، والحقيقه ان الموضوع ما بيجيش كده خالص. مفيش حد بيسوق من اول 5 دقايق ولا حتى من اول حصه. الاحترافيه علشان توصلي ليها وتقللي التوتر ما بتجيش غير بالممارسه، ان انت بتنزلي مره واثنين وثلاثه واربعه وشهر في شهرين، حد اقصى 3 شهور بتبقي زي الفل. لكن مفيش حاجه اسمها من اول 5 دقايق هبقى شاطره جدا واوعى وشك وهبقى احسن منه. فهو بقى ممكن يوهمك يقولك شفتي انا جربت اهو، نزلت علمتك وانت لا انت مش نافعه خالص، وانت يا عيني غلبانه تفتكري ان فعلا انت كده مش نافعه، وانا حاولت قبل كده وفشلت. لكن الموضوع عمره ما بيجي من كده، لا من حصه ولا من 2. اهم حاجه الاستمراريه والممارسه في السواقه. الوهم كمان ده عامل زي ايه؟ يعني مثلا واحد كده ما بيكونش بيعرف يعوم وفجاه ناخده ونروح رامينه في الغريق، يعني في اعمق حته في البحر او في البسين، ونقول له يلا حبيبي عوم. ايه ده بيغرق مش عارف يعوم، يلا يلا اطلع انت مالكش في السباحه. ده بالظبط اللي ممكن جوزك يعمله او باباكي او اخوكي لو هم مالهمش مزاج. والحركه دي ما بتطلعش غير من رجاله، لو هو ملوش مزاج ان بنته او مراته تتعلم فيروح بقى ايه راميها في الحاجه الصعبه، فيروح موهمها وخاضدها ومخوفها، فيلا اطلعي بقى انت مالكيش فيها. فده بالظبط اللي بيحصل. 7 حاجة، بلاش حجج وأعذار كتير. الشماعات، أنا بسميها شماعات، يعني بلاش تقعدي تعلقي شماعة على كل حاجة. أصل أنا خايفة أتعلم، أصل العربية هيحصل لها حاجة، أصل العيال. عارفة لما بتحطي لنفسك حجج وأعذار، أنا عارفة إن في ستات ظروفها ما بتسمحش إنها تتعلم فده عادي، وفي ستات مجبورة تتعلم بس هي عمالة بقى تعلق شماعات وحجج وأعذار علشان ما تنزلش. فللاسف انت لما بتستسلمي للاعذار دي وتقعدي تحطي لنفسك حاجات كتير وتقولي اصل في اصل في اصل في حاجات كتير كده، ده برضو بيخلي التوتر عندك زي ما هو. فانت لما بتتحدي الظروف دي وتتحدي الحجج والاعذار وبتنزلي وتمارسي وتعملي 1 2 3 خلاص الموضوع ان شاء الله بيظبط والتوتر بيبدا يقل مع الممارسه. تامن حاجه، ودي نصيحه هقولها لك، حبي السواقه هتحبك. يعني ايه؟ عارفه الحكمه اللي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ طول ما انت شايله هم السواقه وشايله هم الطريق وشايله هم العربيه وقاعده متنشنه اعصابك بزياده. بصي هو العادي زي ما قلت لك في اول الفيديو، هو العادي اصلا ان انت تبقي متوتره، بس اللي مش عادي ان انت تقعدي تافوري في الاحساس وتفضلي شايله هم الحاجه، فعمر ما الحاجه دي هتحبيها. ولو الحاجه دي ما اتحبتش عمرك ما هتعملي فيها نتيجه كويسه، ومهما تحاولي تبذلي فيها مجهود بتبقى النتيجه نص نص او مش احسن حاجه. فانت لما تحبي الحاجه نفسها فعلا، لما تشتغلي على نفسك فيها وتتمرني وتمارسي فعلا هتحبيها. لكن طول ما انت متنشنه اعصابك وموتره نفسك بزياده الموضوع هيفضل زي ما هو، او حتى لو بتعالج هتلاقي حاجه كده بسيطه قوي اللي بتحصل. فاي حاجه بتعمليها لازم تحبيها عشان مع الوقت هي هتحبك، وهتلاقي المجهود اللي انت بتعمليه فيها فعلا بيجيب نتيجه، فعلا انت بتتحسني، حاسه فعلا ان مستواكي بيتطور وبيبقى افضل. واخر حاجه ليكي بقولها لك، ان زي ما هتحبي السواقه هتحبك، دايما فكري في المستقبل. فكري انا لما هتعلم السواقه ايه الحاجات اللي هتحصل كويسه في حياتي، ما تفكريش في الحاجات الوحشه بقى، فكري في الحاجات الكويسه. انا هعرف اروح، هعرف اسافر، هعرف اطلع، هعرف اعمل. فلما تحسي ان انت خلاص بقى في استقلاليه، عارفه تنزلي براحتك، مش هتتذلي لحد وتقعدي تتحايلي على جوزك ولا باباكي تعالى وديني تعالى وصلني روح هات لنا روح جيب لنا. فانت لما تلاقي في حريه في الموضوع، في استقلاليه، بتروحي براحتك، بتنزلي براحتك، بتروحي تشتري حاجتك من غير ما تتحوجي لحد، كل الحاجات دي هتشجعك ان انت فعلا تتعلمي وتكملي وتستمري. وبس كده.